تراكمات وأعباء كبيرة تلك التي يحملها المسافرون الفلسطينيون في كل تحركاتهم هنا عند معبر الكرامة للوصول إلى الضفة الأردنية. فتعب الانتظار الطويل الذي يستمر أكثر من ساعتين بأقل التقديرات أصبح مصحوبا بزيادة في رفع الرسوم الضريبية على مغادرة المسافرين. فخلال 4 سنوات فقط رفعت هذه الرسوم من الاحتلال من 26 دولارا إلى 41 دون أي مبرر. إسرائيل لا تلتزم ببروتوكول باريس الاقتصادي ولا ببند من بنوده، لا في قيمة رسم المغادرة ولا في فترة التحويل اللي لازم يتحول فيه اللي هو شهريا لازم يتحول، ولا بالحصة الفلسطينية اللي بتطلع لنا بالمطلق، ولا حتى بالرسم الموحد اللي لازم يكون للفلسطيني وللمقدسي وللأجنبي. أكثر من 700 ألف مسافر سنويا يمرون عبر جسر الملك حسين، وأي زيادة على دفع الضرائب ستؤثر على ميزانيتهم ولو كانت طفيفة. بيفرق لأي إنسان إن شاء الله نص شيكل مش بس شيكلين، أكيد بيفرقوا لأنه بنحكي إحنا عن مئات الآلاف بالسنة بيعبروا هذا المعبر. أي واحد بده يخرج بيأخذ ضريبة، بيدفع ضريبة مغادرة وبهذا المبلغ الكبير جدا، وخاصة إذا كان عنده عائلة كيف يستطيع الخروج وكل رأس بده يدفع 152 شيكل. 10 دولارات فقط هي ما تصل من مدفوعة كل مسافر هنا إلى خزينة السلطة الفلسطينية من أصل 41 دولارا، رغم أن الاتفاقات توجب المناصفة. دائرة إيرادات المعابر والأرباح بوزارة المالية برام الله أعلنت عن ملايين الشواكل التي يقرصنها الاحتلال منذ سنوات ويتلاعب في تحويلها. فوجئنا أنه مستحقاتنا بلغت 161 مليون شيكل وكسور عن هذول ال4 سنوات. هذه الفروقات المالية المستحقة، أموال تقتطع من حساب الفلسطينيين بين الفينة والأخرى تبعا لما يريده الاحتلال، ولا تزال السلطة إلى اليوم تقف أمامها مكتوفة الأيدي دون حسيب أو رقيب. رسوم جديدة فرضها الاحتلال على المسافرين الفلسطينيين عند معبر الكرامة لزيادة محطات عرقلتهم وإرهاقهم ماديا ومعنويا. تعب وجهد كبيرين ذاك الذي يحمله المسافرون إلى الضفة الأخرى، يضاف إليه تعنت إسرائيلي منذ زمن في دفع أي إيرادات تخرج من هذا المعبر إلى السلطة في رام الله. رغد عطمي، فلسطين اليوم، من أمام معبر الكرامة في مدينة أريحة، فلسطين المحتلة.